السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مطبخ الأميرة الشلفية. إن شاء الله تكونوا بخير حبيباتي. اليوم إن شاء الله راح نديروا وصفة العجينة المورقة. هذه العجينة نحتاجوها في بزاف وصفات، راح نديرها لكم بأسهل طريقة وراح تكون ناجحة إن شاء الله. ممكن كاين بزاف يديروا فيها أخطاء ولا ما تصدق لهمش. نبداو على بركة الله في المقادير. عندنا كيلو فرينة، 8 ملاعق كبيرة زيت، 4 ملاعق كبيرة خل والملح. وإذا كنتي راح ديريها في وصفات حلوة، في بلاصة الملح ديري ملعقة كبيرة سكر. ونبسسها هذيك الزيت مليح مع الفرينة تاعنا، ونلمها بالماء واللي لازم يكون بارد. اللي ما تقدرش تصنع بكيلو كامل تاع فرينة ولا هي تحتاج غير كيلو عجينة مورقة برك، نفس المقادير تقسمهم على 2. والملح ولا سكر على حساب هي في واش راح ديرهم، في واش راح تستعملها، يا صالي يا سكري. نبداو نزيدو في الماء غير بشويه باه تتحصلي على عجينه تكون شاده روحها، وباه تنجح لك العجينه المورقه تاعنا. انا استعملت البيتخا، اللي ما عندهاش البيتخا تقدر تلمها غير بيدها. نبداو نزيدو في الماء غير بشويه كما قلت لكم باه نتحصلوا على عجينه شاده روحها. نلم العجينه تاعي بهذه الطريقه باه ما تصعبش عليكم الخدمه. نخلوها ترتاح مده 5 دقائق. بعد ما ارتاحت لنا مدة 5 دقائق نبداو نحلو فيها، ودائما نستعملوا الفرينة باه العجينة ما تلصقناش. نبداو نحلو فيها بهذه الطريقة كامل العجينة تاعنا على شكل مستطيل. بعد ما فتحت العجينة تاعي نستعملوا في كيلوغرام تاع فرينة 500 غرام زبدة التوريق. كاين بزاف لي مارك كامل الملاح، أنا جربت معظمهم وتحصلت على نفس النتيجة. هنا أنا رايحة نرابيها في هذه الصغيرة باه تتحصلي على نتيجة مليحة. نبدا نرابي في الزبده تاعي على كامل الوجه تاع العجينه، ماشي نديروا لها في بلاصه وبلاصه، لا، والزبده لازم تكون بارده. كيما قلت لكم وصفه بزاف سهله والنتيجه رائعه. بعد ما رابيت الزبده تاعي كامل، من بعد نحكم العجينه تاعي ونبدا نرولي فيها كما هو موضح في الفيديو بهذه الطريقه. ونبدا نفتح فيها مباشره بلا ما نخلوها ترتاح، نفتحها على شكل مستطيل. من بعد نحكم العجينة تاعي ونطبقها بهذه الطريقة. تبعوا هذه المرحلة مليح. نسقموها كامل في الأطراف ونزيدوا لها المرة الثانية، نسقموها ثاني في الأطراف ونزيدوا لها المرة الثالثة كما راكم تشاهدوا في الفيديو. ودروك نعاود نفتحها على شكل مستطيل كما كانت. إذا ما كانتش تلصق أخدمي نورمال بلا ما تزيدي الفرينة. إذا هنا عاود تفتحتها مستطيل كما كانت، ونعاود نطبقها بنفس الطريقة المرة الأولى. نسقمها في الأطراف ونزيد لها المرة الثانية ونزيد لها المرة الثالثة. وهنا ها هي العجينة المورقة تاعنا راهي واجدة. نقسمها أمامكم بالموس باه تشوفوها مليح كيفاه جاتنا. كي تقسميها تعرفي إذا العجينة المورقة تاعك إذا نجحت لك ولا لا. بسم الله.
ها هو التوريق تاعنا هنا. كي تشوفي هذه الطبقات تعرفي أنه راهي نجحت معاك العجينة المورقة. تقدري تخليها مدة سمانة في الفريجيدير ومدة 6 أشهر في الكونجيلاتور، لأن فيها الخل، والخل كما نعرفو مادة حافظة. وهنا كما قلت لكم تحصلنا على 2 كيلو عجينة مورقة. إن شاء الله وصفة اليوم تكون نالت إعجابكم، وما تنسوش تجربوها، تشاركوا الوصفة مع أصدقائكم مع العائلة تاعكم لتعم الفائدة. خلوا لي جيم للفيديو وتعليق مشجع. أيضا ما تنسوش أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.